خلنا ناخذ احنا اول هي بدقيقه 23. احنا ما نبي نركز، اسف، لا انا هذا الهدف، انا هذا الهدف. نعم. بس الهدف انا ما ابغى اتكلم عنه كثير، لان الهدف جاء من ضربه جزاء. ضربه جزاء طبعا مثل ما تفضلت انت في التقديم كان عن طريق البديل اللي عنده حماس زياده كثير. وعلى فكره احنا كنا محظوظين ان المنتخب اليمني ما ناقشوا الحكم عن ضربه الجزاء هذه. في منتخبات اخرى ممكن يغيرون وجهه نظر على فكره، وممكن ما تحتسب ضربه الجزاء. نعم في بار ما أعرف، بس في النهاية ما كان في ردة فعل من اللاعبين. بس عموما يات للصالح مثل ما قلت لك في الدقيقة 23. لكن خلنا ناخذ تحرك المنتخب، تمركز المنتخب اليمني بعد هذا الهدف أو الحالة الأولى في الدقيقة ومنتخبنا يبحث الآن عن مصالحة جماهيره من قبل حكم اللقاء هند قاسم، آخر من سجل فيش، وترجمت بنجاح من صاحب من قبل اللاعب أحمد الوجيم اللي تدخل على زايد سلطان في اللقطة. وفي اللعبة الماضية هل كان فيها تلامس أم لا؟ مش محتاجين هالكم الكبير من التدخلات في وسط الملعب. على سبيل المثال هذا التدخل لماجد راشد في وسط الملعب بكل تاكيد، خصوصا ان المباراه يعني ما بهذيك الاثاره عشان تكون في هاي بعض اللعبات الخشنه. يعني اعتقد هاي يعني في تهور من صراحه من ماجد راشد صراحه. يعني الكره الحمد لله ان يعني ما كانت ريله مرتفعه، يعني لو كانت مرتفعه ممكن الحكم ممكن يشير له الكرت الاحمر. فانت في مباراه مثل هذه مع يعني مو مستاهل انك انت تخسر. هذه ايضا لخالد الهاشمي في التدخل والاحتجاج ما كان له داعي ايضا. ما واضحه، ما لها داعي، ما ادري ليش يعني لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.